واش غادي نقول لك هاد الكيكه واخا نعيا نشكر فيها ما نعطيهاش حقها. كيكه معلكه لذيذه بالدقيق القمح الكامل، عرفتي كتجي بنينه بزاف وغتبقى معتمده عندكم. مكوناتها بساط بزاف. خديت هنا الخلاط ديال العصير اللي غنضيف ليه 2 حبات ديال البيض، غندير قبيصه الملحه دائمه لتصحيح الذوق، وغادي نكه انا هنايا بالفانيلا كيف ما يمكن لكم تنكو باي نكهه بغيتو. غندير هنا كاس ديال السكر بالنسبه للاخوات اللي بغيوها صحيه، كاين لكم هذاك الكاس ديال السكر تعوضوه هكا بالتمر، يعني غديروا التمر بزيد. غندير هنا قطع ديال التمر، من الاحسن يكونوا هكا دوك التمر المعسل. ما عندكمش التمر المعسل حاولوا انكم تقطعوه عاد تضيفوه في الخلاط هكا باش ما يخسرش لكم الخلاط ديالكم نهائيا. غادي ندير هنايا كاس ديال السكر، وبالنسبه لذاك الكاس ديال السكر بعبر ديال كاس العنبه كاس ديال الحليب. يمكن لكم ديروا اللبن كيتواتى مع اللبن بزاف، ما كيجيش المذاق ديالو باين نهائيا. وغادي ندير كاس قل ربع ديال الزيت نباتيه بالنسبه للكاس بالعبار ديال كاس العنبه. 2 معالق كبار هنا ديال الكاوكاو اللي عندي اللي هو الفول السوداني. الا كان الكركاع ما كانش عندي كيتواتى بزاف مع هاد الكيكه، من الاحسن انكم تضيفوه او ضيفوا اي مكسرات متوفره وكتفضلوها. صافي هنايا غادي ندير الحمراء، يعني الحمراء اللي كنغربلو داك الدقيق، كنحيدو منه الخلاله الغليظه وكنحيدو منه النخاله الرقيقه، وكنديرو هاد الحمراء. صراحه هاد النخاله اللي كتكون رقيقه هي اللي كنخدم بها كالغريبات، كنخدم بها لي كيك، كتجي زوينه وكتجي مسمده كانكم خدمتو هكا بسبوسه. صافي غادي ندير واحد الكميه، وغندير هنا 2 اكياس ديال الخميره، وغادي نخلط مزيان مزيان. حاولوا انكم هكا تجيكم شي شويه دقيق، لا ما تخافوش نهائيا، راه كل ما كانت ثقيله غادي تجي معلكه، راه ما كتجيش نهائيا قاصحه. بالنسبه لكم هنا يمكن لكم ديروا هكا قطع ديال الكركاع اللي يجيو واضحين، وديروا هكا قطع حتى ديال التمر. انا راه كنبقى ليا هكا داك التمر ما مطحونش من التحت، حيدته هكا بواحد السطاتيله ودرتو كيعطي واحد المذاق وواحد المنظر زوين بعد ما كطيب ليا. صافي ودرتها هكا في المول اللي دهنته بالزبده ورشيتو بن الحمراء. غندخلها للفران اللي سخون من قبل على 180 درجه، نشعل على غير من التحت ونخدم مروحه باش تجيني محمره هكا من الجوانب، عاد من بعد نشعل على من الفوق يتحمر ليا. بعد ما غادي نخرجها غادي ناخذ هنايا تقريبا واحد ربع كاس ديال الحليب حتى كيسخن، او يمكن لكم تعوضوه بالكريمه، وغنضيف ليه هكا قطعه ديال الشوكولا مع داك الحليب هكا سخون مع التحريك المستمر، باش كنحصل هكا على واحد الصلصه ديال الشوكولاته اللي كتجي عاقده وكتجي صراحه. بالنسبه لهاد الكيكه انا وليداتي باش ياكلوها ليا ضروري كندير فيها هكا الشوكولا، كتعطيها مذاق اللي زوين بزاف، لانها كتبان هكا انها ماشي ديال الدقيق الابيض. صافي هنايا غادي ندير هنايا الفيوتين باش زينت، والتزيين دائما كيبقى اختياري. المهم ان صراحه كتجي لذيذه بنينه معلكه رائعه جدا وصحيه. كنبقاو ندخلوا هكا مكونات اللي كيكونوا صحيه. هي صراحه الكيكه ماشي كلها فيها مكونات اللي صحيه، ولكن على الاقل ندخلوا واحد المكون او جوج هكا في الكيكه. بالنسبه للاخوات اللي وليداتهم ما كياكلوش لهم التمر بحال وليداتي، كندير هاد الكيكه كيستافدوا منها. وحتى هكايا هذيك الحمراء اللي حتى كنخرجوها من الدقيق قمح الكامل كتجي بنينه. شوفوا دوك القطع ما شاء الله ديال التمر، غير جربوها انا متاكده غتعجبكم. ما تنساوش الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه تشتركوا وفعلوا الجرس وشاركوا القناه مع الاصدقاء. يلا خليتكم على خير، بصحه وراحه.